أراد أبناء حيتان الساحل أن يكون الموسم خاصا واستثنائيا، فالعودة للأجواء وللواجهة هي ما أراده الجميع في حطين. البداية كانت من بوابة الدوري التصنيفي الذي اجتازه الحوت الأزرق بسهولة ليدخل للدوري الممتاز بمعنويات مرتفعة. بداية حطين في الدوري كانت أكثر من ممتازة، لكن نهاية الذهاب حملت خيبة آمال للعشاق والمناصرين، فكانت النهاية إقالة المدرب محمد هواش والبحث عن كادر جديد لإكمال المهمة في الإياب، خصوصا مع تردد الأنباء حول عودة النجم مارديك مارديكيان. عودة ورغم إمكانية حدوثها إلا أنها لن تكن الحل الذي يبحث عنه حطين. فكان هجوم الفريق الأزرق جيدا نوعا ما، لكن الهفوات الدفاعية كانت نقطة الضعف التي أضاعت نقاطا مهمة وممكنة للفريق. حصيلة الذهاب كانت 6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم، جعلت حطين خامسا للترتيب برصيد 24 نقطة، مبتعدا عن جاره تشرين المتصدر ب8 نقاط. البداية كانت بانتصارين مهمين على الجزيرة ب2 لهدف، وعلى الحرية ب3 أهداف مقابل هدفين، جعلت الفريق يحقق الانطلاقة المثالية. لكن الجولة الثالثة حملت أخبار سيئة على الفريق بتعرضه للهزيمة الأولى في الدوري من الشرطة الوصيف، حيث انتصر الأخير في اللاذقية ب2 لهدف. فيما كانت الجولة الرابعة هي الأجمل، حيث عاد حطين من دمشق بانتصار مهم على الوحدة بطل الكأس بهدف نظيف، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويحقق فوزا مهما على المحافظة في اللاذقية بهدفين نظيفين. ثم عاد من حمام بتعادل مع الطليعة بهدف لهدف، ليستقبل الكرامة في المباراة الأخيرة قبل الديربي وليحقق الفوز بتلك المباراة بهدف الكلزي. الجولة التاسعة كانت موعدا مع الديربي الأقوى في سوريا الذي جمع وقتها المتصدر تشرين ووصيفه وانتهى سلبيا، وبدأت بعدها رحلة التعثرات، فحقق 3 تعادلات مع الاتحاد والمجد وجبلة وخسارة من الوثبة بهدفين لهدف، قبل أن يعود سكة الانتصارات بتحقيقه لفوزه الأكبر في الدوري على حساب الفتوة بثلاثية نظيفة. لكن حماة دائما ما كانت نقطة تعثر للفريق الأزرق، فخسر من أزرقها النواعري بهدف، لينهي مباراته ذهابا بتعادل مع الجيش بطل الدوري الموسم السابق بدون أهداف في مباراة مؤجلة. النتيجة الإجمالية كانت جيدة وغير متوقعة، فلم يتعرض إلا لخسارة واحدة من الخمسة الكبار للدوري، وسجل 17 هدفا في الدوري بمعدل هدف في كل مباراة تقريبا. تناوب على تسجيل أهدافه كل من أحمد حاج محمد وعلي خليل ب4 أهداف لكل منهما، ومعتز كيروني الذي سجل 3 أهداف، فيما أضاف محمد فارس هدفين، وسجل كل من أحمد كلزي وأيمن عقيل وعبد الله جمعة وهاني نوارة هدف وحيد فقط. أما من الناحية الدفاعية فتعرض الفريق ل11 هدفا، وحافظ هادي منون حارس الفريق على نظافة باكه في 7 مباريات. الجدير ذكره أن حطين تحصل على 6 ركلات جزاء سجلها كل من الحاج محمد والكيروني ب3 أهداف لكل منهما. تعثرات الفريق في آخر 8 جولات أبعدته قليلا عن أجواء المنافسة، حيث حقق فقط 8 نقاط من أصل 24 نقطة ممكنة. لكن كرة القدم لم تعودنا يوما على المستحيل، فما زال هناك الكثير من الفرص إذا ما أراد الفريق العودة للمقدمة.